تخيل ان شركتك بتخسر فلوس كل يوم مش بسبب السوق ولا المنافسين، لكن بسبب شغل جواها هي، وقت بيضيع وحركه ملهاش لازمه، مخزون نايم واخطاء بتتكرر. بص يا عزيزي، في نظام اسمه اللين مانيفاكتشرنج او التصنيع الرشيق، وده النظام اللي حدد اخطر 7 انواع من الهدر ممكن يدمروا اي بيزنس من غير ما تاخد بالك. انا حمدي جد الله، وانت هنا بتتعلم اداره. في الفيديو ده هفهمك ال7 ويستس او ال7 انواع هدر بالتفصيل. خليني كالعاده ابسط لك الموضوع في كام نقطه اساسيه كالتالي. اولا، يعني ايه لين مانيفاكتشرنج او التصنيع الرشيق؟ اللين مانيفاكتشرنج او التصنيع الرشيق هو اسلوب اداري هدفه تقليل الويست او الهدر لاقصى درجه وزياده القيمه للعميل. يعني ببساطه الويست هو اي شيء مش بيضيف قيمه للعميل. ثانيا، يعني ايه ويست او هدر؟ الويست او الهدر هو اي نشاط بيستهلك وقت او فلوس او مجهود من غير ما يضيف قيمه حقيقيه للمنتج او للعميل. ثالثا، ايه هما ال7 ويستس او ال7 انواع من الهدر؟ وهقول لك يا عزيزي على حاجه تخلي ال7 انواع دول في دماغك بدون ما تقعد تحفظهم كل شويه وتتلخبط فيهم. في كلمه واحده هتقدر تفتكرها، تفتكر ايه هما ال7 ويستس، والكلمه دي هي تيم وون. وال7 ويستس او 7 انواع من الهدر كالتالي: 1. ترانسبورتيشن او النقل الزايد، يعني نقل المنتج او المواد اكتر من اللازم، زي انك تنقل البضاعه من مخزن لمخزن من غير سبب حقيقي، وده بيحملنا طبعا تكلفه، وقت، ومخاطر تلف. 2. انفنتوري او المخزون الزايد، يعني تخزين اكتر من المطلوب، زي شراء كميات كبيره عشان السعر قليل وحلو، والنتيجه طبعا فلوس متجمده، تكلفه تخزين وخطر تقادم. 3. موشن او الحركه الزايده، زي عامل بيلف كتير جوه المصنع عشان يجيب اداه معينه، وده نتيجته تعب، وقت ضايع، وانتاجيه اقل. 4. الويتنج او وقت الانتظار، زي موظف مستني موافقه من مديره او من قسم تاني او اداره تانيه، زي خط انتاج واقف عشان مستني خدمه معينه او رو ماتيريال معينه تدخل على خط الانتاج وما توفرتش، وده نتيجته وقت ضايع وتكلفه من غير انتاج. 5. اوفر برودكشن او الانتاج الزايد، يعني بتنتج اكتر بكتير من الطلب، وده اخطر انواع الهدر، زي انك تنتج 10,000 قطعه والسوق محتاج 6,000 بس، وده نتيجته مخزون راكد، فلوس محبوسه. 6. اوفر بروسيسنج او المعالجه الزياده، زي انك انت تضيف جوده او خطوات العميل مش محتاجها اصلا، وده نتيجته تكلفه اعلى، وقت اطول. 7. الديفكتس او العيوب، يعني منتجات مليانه اخطاء، زي ان منتج يروح للعميل ويتعمل فيه شغل غلط فيرجع لنا تاني كمرتجع، وده نتيجته تكلفه اصلاح، سمعه سيئه، خساره عميل. ال7 ويست او ال7 انواع من الهدر كده خلصوا، ولكن في اضافه مهمه جدا، هم انهم احيانا بيقولوا عليهم 8 ويستس في بعض المدارس، وانت عارف ان دايما بحب اسيب لك الجديد وما بحبش اخفي عنك حاجه، فبيضيفوا رقم 8 لسكيلز ويست او اهدار مهارات الناس، يعني عدم استغلال قدرات الموظفين، زي موظف شاطر جدا وشغال شغل قليل جدا، او مشغلينه في حاجه مش قويه قوي لا تناسب مهاراته ولا كفاءته. وبكده احنا تناولنا انواع الهدر ال7 او ال8، ونرجع للنقاط الرئيسيه لفيديو النهارده. رابعا، ليه فهم ال7 ويستس او ال7 انواع من الهدر مهم جدا؟ فهم ال7 ويستس مهم جدا لان الهدر ده شيء مش واضح بيحصل يوميا، بيستنزف الشركه في هدوء تام. خد بالك ان الشركات الكبيره بتكسب مش بس عشان هي بتبيع اكتر، لكن لانها بتضيع اقل. خامسا، تخيل لو شركه عندها مخزون زياده، انتظار في الشحن، نقل كتير، اخطاء في المنتج، تتخيل النتيجه هتكون ايه؟ اكيد تكلفه اعلى، سعر اعلى، عميل بيروح للمنافس. سادسا، العلاقه بين ال7 ويستس او ال7 انواع من الهدر مع جيت او جاست ان تايم او الانتاج في الوقت المناسب. اوعى تنسى ان جيت كان هدفه الاساسي تقليل الهدر، خصوصا في الانفنتوري والويتنج والاوفر برودكشن. عشان كده العلاقه بينهم وثيقه جدا، لان الاثنين هدفهم واحد. الخلاصه يا عزيزي، ال7 ويستس او ال7 انواع من الهدر هم العدو الحقيقي لاي بزنس، سبب خسائر غير مرئيه. المدير الشاطر مش بس بيزود الايراد، لكن كمان يقلل الهدر. واخيرا خليك فاكر ان العلم اللي بينفع الناس ما بيموتش. كان معاكم دكتور حمدي جد الله.